هتيجوا نقوم نعمل الكشري مع بعض في ساعة واحدة بس. هنعمل حلة كشري أحلى وأجمل وأنضف من بتاعة الشارع بمراحل. وبصوا الكشري شكله عامل إزاي، شايفين الجمال؟ يلا بينا تعالوا نعمله مع بعض. رأيك في الكشري؟ رأيك في الكشري بأمانة وعلي صوتك؟ تسلم ايدك بجد والله، احلى من بتاع الشارع كمان. بجد بيتزلط بسرعة عشان دايما تقولي بتاع البيت ما بيتزلطش، بتاع الشارع بيتزلط صح؟ طعمه جميل قوي بجد. تسلم ايدك. تسلم ألف هنا. يلا اعملوا الكشري، ما بياخدش ساعة زي ما اتفقنا. وبصوا الجمال. امانه بقى ما تنسوليش في لايك وكومنت حلو زيكم كده ودعوه كده جميله. وايه تاني؟ وحطوا اللايك، حطوا اللايك بقى. حسيت ان نفسي في الكشري فقلت لازم اقوم اعمله بما ان كل مقاديره عندي. وقلت بقى اصوره معاكم عشان البنوتات اللي ما بتعرفش تعمل الكشري او بتحس ان هو مكوناته كتير كده ومش عارفه ترتب افكارها. هقول لكم تعملوا الكشري ازاي وانتم مرتبين افكاركم. ما بياخدش غير ساعه واحده بس. اهم حاجه رتبوا الافكار. بصوا اول حاجه طالما انتوا عايزين تاكلوا كشري خلاص وقررتوا تسموا بالله كده وقوموا. اول حاجه تعملوها ان انتوا تطلعوا الحمص. شايفين؟ طلعوا الحمص وحطوه على النار. انا بعمل شويه صغننين كده على قدي اهو. دي كده اول حاجه الحمص ومعاه العدس. يبقى هنطلع الحمص والعدس اول حاجه وحطيناهم اهو على النار. وبعد كده قطعت البصل بتاعي وحطيت عليه شويه دقيق وشويه ملح. بصوا كل ده ما بياخدش وقت خالص. تمام. وانا بحب اعمل بالطماطم، مش بحب الطماطم الفريش دايما استخدمها يعني. فجبت طماطم من الفريزر وحطيتها في شويه ميه. انا بحب الطماطم بتبقى كده بتبقى حلوه قوي. حطيتها في شويه ميه ولما يجي وقتها اقول لكم. المهم ركزوا معايا. شفتوا سهل ازاي لحد دلوقتي؟ ما خدناش اي وقت خالص. وجبت هنا البصل بتاعي زي ما انا محتاجاه وقطعته، غسلته الاول وبعد كده قطعته وحطيت عليه شويه دقيق وشويه ملح. وهعمل كده وبعدين هاجي هنا بقى للكشري. تمام. خلاص شفتوا كله سهل اهو. ركزوا معايا. هجيب بقى الحله الاساسيه اللي انا هعمل فيها الكشري. الحله اهي. وبعدين هحط فيها شويه زيت زي ما انتم شايفين كده، زيت كتير. وهبتدي بقى ان انا احمر البصل بتاعي دوت. وخطوه خطوه هقول لكم هعمل ايه. حمرت البصل وطلعته بصوا على مناديل. وبعدين بصوا الحله اهي. خدت كمان شويه الزيت، خليت شويه صغيرين على قد الايه، على قد الشعريه. بصوا تيجي بقى هنا في نفس الحله كده نحمر الشعريه. شوفوا سهله ازاي وبسيطه. سهل ولا مش سهل؟ كل شويه طول الفيديو افضل اقول لكم سهل ولا مش سهل، سريع ولا مش سريع. طيب بصوا بقى انا هحمر الشعريه دلوقتي او في نفس الزيت زي ما اتفقنا اللي حمرنا فيه البصل. بعد كده هنزل بالرز واقلبه برده. وبعد كده اروح نازله بالعدس عليه واحط ملح وكمون. بس كده ادي كده الكشري. وهنا الحمص على النار زي ما هو بيستوي. وهنا الطماطم هضربها في الخلاط واقول لكم هنعمل ايه. جبت ميه بقى كده علشان اغطي الرز بتاعي او الكشري بقى بتاعي على قده. بس كده اتاكدت ان الميه خلاص تمام اهو. هحط بقى ملح وكمون. ونفس الحله اللي كان فيها العدس حطيت فيها ميه، دي اللي هسلق فيها المكرونه. شايفين سهل ولا مش سهل؟ قولوا. انا عايزه الكومنتات كلها تقولوا له سهل وايه تاني وايه وبسيط يعني، او اللي هو مش زي ما انتم كنتوا متخيلين انه لا كشري حاجات كتير كده ودربكه. لا خالص. الكشري بيستوي كده بقى. تعالوا نعمل 3 حاجات سهلين. واول حاجه هنعملها هي الصلصه. طبعا نفس الحله اللي كان فيها الطماطم حطيتها اهوت. وهجيب بقى الزيت. فاكرين الزيت اللي حمرنا فيه البصل؟ هاخد منه شويه شويه كده يسخن. انزل بالثوم شويه كزبره ياخد لون حلو. شويه خل وبعدين الطماطم. وهحط ملح وفلفل وكمون. ادي الكمون والفلفل والملح. ولو الطماطم بتاعتك لونها مش احمر حطي كمان معلقه من معجون الطماطم. هنسيبها بقى تتسبك وشمي وكلي احلى صلصه كشري. الميه بتاعت المكرونه غليت بصوا في ثواني والكشري اهو. شايفين؟
اوعى يا بخار. بيستوي اهو وبيكمل سواه، وعملنا اهي الصلصه وكله تمام. يلا بقى نسلق المكرونه كل دوت، والكشري بتاعنا بيستوي، ناقص حاجتين. يلا بينا. حطيت مكرونه اسباجيتي وصغننه، وما تقلقوش هيستووا مع بعض علشان هما نفس النوع، يعني المكرونه دي ودي نفس النوع هما الاثنين، فهياخدوا نفس السوا، ما تقلقوش. الطاسه الحلوه الصغنطوطه بتاعتنا دي هنعمل بقى ايه؟ دقه الكشري. شويه زيت من بتاع البصل برضو، هنحاول بقى نقسمهم كده عشان ناخد شويه للدقه وشويه للشطه. يسخن ننزل بالثوم، والثوم هنا مش بياخد اي لون معانا، هو بس يطلع ريحته وياخد اللون الاصفر ده او الفاتح سنه صغنونه. ننزل بقى بالخل، ونهدي النار شويه، وننزل بالكمون، الملح والليمون، ونص كوبايه ميه تغلي غلوه واحده بس، وبقى معانا احلى دقه كشري. يلا بقى نعمل اخر حاجه، وهي الشطه الزيت بتاعه الكشري. في نفس الطاسه اللي عملنا فيها الدقه هجيب هنا الزيت بتاع البصل، اخر شويه بقى معايا نزلت بيهم كده كلهم. يسخن الزيت انزل بالشطه، معلقه شطه كده كبيره، فلفل حامي اختياري. نقلب بسرعه ونخلي بالنا عشان الشطه ما تتحرقش، وخدي بالك من ريحه الشطه. شايفين شكلها؟ لونها غامق جدا اكتر من التصوير. واخر حاجه شويه صلصه من بتاعه الكشري اللي عملناه. يا نهار ابيض على الريحه، قويه جدا. وكده يبقى عملتي احلى شطه زيت من بتاعه الكشري. كده عملنا الدقه والشطه الزيت بتاعه الكشري بطريقه سهله وبسيطه وتحفه جدا. كل دوت وكانت بصوا المكرونه لسه مستويه حالا، يعني شفتوا احنا ما خدناش وقت خالص. والكشري كمان تعالوا اوريكم شكله عامل ازاي. هو خلاص قرب يستوي يعني، بصوا. بس عايزه اوريكم ازاي قد ايه هو مفلفل وقد ايه شكله وريحته حلوه جدا. بصوا بصوا اللهم بارك. وصلصه الكشري كمان خلاص اهيت، والحمص انا مهديه عليه خالص. بقى نغرف طبق كشري. سامعين القرمشه بتاعه البصل؟ ويا سلام بقى هنا على شكل الدقه. ولا الشطه بقى، وخدوا بالكم من الشطه عشان حاميه جدا. وكده بقى معايا احلى طبق كشري ممكن تاكلوه في حياتكم. عاملينه في البيت، ما خدش معانا ساعه، والله هي ساعه بس، وسهل. وقلت لكم رتبوا الافكار وبصوا الجمال. وما فاضلش بقى غير اننا ندوق. شايفين الكشري؟ بصوا عامل ازاي بيجري كده زي بتاع المحلات، زي ما بنجيبه، مش اللي هو ايه تحسوه تقيل، لا عارفين بيتزلط كده، اسمه بيتزلط على طول. ويلا بينا بقى. والله ما عشان تصوير فيديو ولا حاجه، بس حقيقي والله العظيم تحفه جدا وزي المحلات بالظبط. بس الفرق هنا بقى اللي انت عاملاه وعاملاه بنفسك ونضيف جدا، وكمان وفرتي كتير قوي.